هنجيب فرخة وزنها مش اكتر من كيلو ونص، هنعمل لها محلول للنقع وننشفها من المية كويس جدا. وبعد كده بالسكينة بعمل لها فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت الورك بالشكل ده وهعمل الصدر بنفس الطريقة بالظبط. بعد كده بجيب الكبة بتاعتي احط فيها بصلة كبيرة، طماطمايه، نص قرن فلفل حامي، ممكن تستخدموا رومي، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة كبيرة من العسل الابيض، عصير ليمونة كاملة، معلقتين صغيرين من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقتين صغيرين من البهارات. وفي الاخر خالص بحط ربع كوبايه من الزيت، بضربهم مع بعض كويس جدا. وكده بقى جاهز عندنا احلى تتبيله للفراخ. هبتدي بقى ان انا احطها على الفراخ بالشكل ده واتبلها بايدي كويس جدا، واقلب الفراخ الناحيه التانية واتاكد ان التتبيله وصلت لكل قطعه من الفراخ. وبنحط كمان التتبيله تحت الجلد. هتسيبوها على الاقل ساعتين في التتبيله دي، او كمان بتبقى احلى لو سبتوها لحد تاني يوم. ولو ما عندكمش وقت خالص اعملوها على طول زي ما انا عملت بالظبط. وفي بولة تانية بنزل بكوبايتين من الرز البسمتي، بحط عليه مية سخنة مغلية وبنقعه فيها لمدة 10 دقايق بس مش اكتر. بعد 10 دقايق هتلاحظوا ان الرز بقى ابيض كده ونفش معاكم، هتشطفوه تحت المية. وبعد كده تصفوه من المية بتاعته كويس جدا. هتجيبوا صينية كبيرة تحطوا فيها الرز، وتبتدوا ان انتوا تسووه بالمعلقة كويس قوي كده. هنضيف له 3 من اللورة، عود قرفة، 3 من الحبهان، و3 من القرنفل، معلقتين صغيرين من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة مليانة من البهارات، ومعلقة صغيرة من المرقة الفورية، وممكن طبعا تستخدموا مكعب المرقة، ومعلقة صغيرة من الكركم. هنزل عليه بقى بالمية المغلية. النوع الرز اللي انا بستخدمه، كل كوباية رز بتاخد كوباية ونص من المية المغلية، فانا حطيت 3 كوبايات من المية المغلية. وعشان كل رز بيختلف عن التاني، مستوى المية يا جماعة بيبقى يا دوبك مغطي الرز. هضيف في الاخر ربع كوبايه من الزيت وهقلبه كويس جدا. هجيب الشبكه بتاعت الشوي، والشبكه دي بقت موجوده في اي سوبر ماركت او المحلات بتاعت الادوات المنزليه. وعايزه اقول لكم مش بتبقى غاليه خالص. هبتدي ان انا احطها على الصينيه كده، واتاكد طبعا وانا بختار الصينيه ان الشبكه هتتحط وتتثبت عليها كويس قوي. رصيت الفراخ على الشبكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واي حاجة تتبقى من الخلطة بدهن بيها الفراخ، ومش برمي اي حاجة من الخلطة. بقفل الشبكة على الفراخ كويس جدا، وبكون مشغلة الفرن من قبل ما ادخلها بربع ساعة على درجة حرارة 180. بس قبل ما ادخلها لازم اغطيها كويس جدا بالفويل. بدخلها على الرف الوسط، بتاخد من 45 دقيقة لساعة حسب حجم الفراخ. ببتدي اشيل من عليها الفويل، وبعد كده بقلب بقى الرز، وتفرجوا على جمال الرز. الرز استوى كويس جدا، كل حبة رز محتفظة بحجمها، ما اتكسرتش معايا، ومش لازقة في الصينية، ومفلفل وشكله تحفة. هغطي الرز واحط الشبكة تاني، وهفتح بقى الشواية علشان تاخد لون من ناحيتين. انا بديها لون من ناحية، وبعد كده بقلب الشواية عشان تاخد نفس اللون ده من الناحية التانية. اتفرجوا بقى على جمال الفراخ، مش قادرة اقول لكم كمان ريحتها عاملة ازاي. بالراحه قوي كده بالمعلقه هبتدي ان انا افك الفراخ من الشبكه. عايزه اقول لكم هي تتفك معاكم بكل سهوله. هتبتدوا بقى ان انتوا تشيلوها من الشبكه بالشكل ده. انا عايزاكم تركزوا على لون الفراخ وشكلها بجد حلو جدا ولونها حلو قوي. هشيل بقى من الرز ورق اللورة وعود القرفه والحبهان والقرنفل عشان ما يضايقش حد وهو بياكل. وهرص الفراخ بتاعتي على الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعشان ازيدها بقى حلاوه وريحه وطعم الفحم، هجيب ورقة فويل واحط عليها فحمة طبعا انا مولعاها، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الزيت. وشموا احلى ريحة شوي ممكن تشموها. هتغطوها كويس قوي عشان تاخد ريحة الفحم كويس. وبس كده وبكل سهولة سوينا الفراخ مع الرز في خطوة واحدة بس. وعايزة اقول لكم دي احلى فراخ مشوية ممكن تاكلوها مع الرز. مش هقول لكم انها زي المطاعم، بجد دي احلى منها بكتير. طعمها تحفة، الفراخ كانت دايبة واللحمة ابيض كده من جوه، والتتبيلة كمان كانت واصلة لكل قطعة فيها. اما بقى عن جمال الرز، طعمه حلو جدا ومفلفل، واخد من طعمه وتتبيلة الفراخ، وكان خطير. لو انتوا ما عندكمش وقت خالص وفي نفس الوقت عايزين تاكلوا اكلة حلوة وتشبه قوي الاكل اللي بناكله من بره، يبقى دي الوصفة المثالية ليكوا. جربوها، انا واثقة جدا انكم هتحبوها.